من أمام إدارة بندر دمنهور التعليمية، ونحن متوجهين إلى مكتب الأستاذ مصطفى الغياتي مدير الإدارة لنهنئه ببلوغه سن الكمال، بضيافة الأستاذ مصطفى الغيات مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية ليفتح قلبه لنا. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. السيرة الذاتية للأستاذ مصطفى الغيات. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في مكتبنا المتواضع، شرفتونا. اخوكم مصطفى عبد الونيس غيات من ريف الدلنجات، عزبة غيات ناحية رزافة مركز الدلنجات، لأبوين ريفيين طيبين رحمهم الله سبحانه وتعالى، مواليد 6 أكتوبر 56، متزوج وأعول 4 من الأبناء و4 من الأحفاد. الأبناء محمد رائد شرطة، إيمان بكالوريوس إعلام، آية بكالوريوس علوم، رحاب في كلية التربية جامعة دمنهور، والأحفاد مصطفى وعمر وعليا وحبيبة. ربنا يخليك يا رب، خيرك يا رب من كل حبايبك يا رب. متى توليت العمل في إدارة بندر دمنهور التعليمية؟ كان ليا الأول مع التعليم رحلة لحب في التدريس. من تالتة إعدادي دخلت دبلوم معلمين دار المعلمين، لأني غاوي مهنة التدريس، والمعلمين كانت بتاخد أعلى من الثانوي العام، فالتحقت بدار المعلمين بدمنهور وحصلت على دبلوم معلمين سنة 1978، والتحقت بعدها بكلية التربية جامعة الإسكندرية قسم الرياضيات. قعدت فيه شهر، وبعد الشهر حولونا بيولوجي تاريخ طبيعي، ما عجبنيش فسبت الكلية ورجعت اتعينت بدبلوم المعلمين مدرس ابتدائي. وبعد 13 سنة خدمة فتحوا المجال لمنحة دراسية إجازة بمرتب، فقدمت لها المجموعة اللي عليك في دبلوم المعلمين، وأخذت إجازة منحة دراسية من الدولة إجازة بمرتب 4 سنوات، وحصلت على بكالوريوس تربية. وبعدها سجلت دراسات عليا ثم ماجستير، وسويت بقى انتقلت من فني لتخصصي، مما أضاع مني 17 سنة من الخدمة في الإيه في ده مشوار كبير. يا ريس، وعطوني نص مدة الخدمة بحد أقصى 5 سنوات، يعني ال 17 نصهم 8 ونص، عطوني 5 بس، فكان معاد تعييني على الدرجة الثالثة. المهم رفعنا، كان في قضية مرفوعة، خدنا الثانية ثم خدنا الأولى ثم معلم خبير ثم كبير معلمين. وكانت أكتر وظيفة لحد في التعليم الابتدائي يوصل لغاية مدير مرحلة اللي هو تعليم ابتدائي. وصلت يعني من معلم لمعلم أول، لوكيل مدرسة، لناظر مدرسة، لمدير مدرسة، لمدير إدارة التعليم الابتدائي، ثم فتح الباب للترشح لمنصب وكيل إدارة مستوى أول لبندر دمنهور، فتقدمت والحمد لله ربنا كرم، ويمكن كان أول واحد من التعليم الابتدائي ياخد منصب وكيل إدارة مستوى أول. قعدت فيها 2 شهر وكيل إدارة، ثم يعني الكلام ده كان في 15/10/2014. في 15/12/2014 كان معايا زميل مدير عام ونقل راح المديرية، وكلفت أنا مكانه مدير عام إدارة مستوى أول لبندر دمنهور التعليمية. وتم الإعلان عن الوظيفة بمسابقة، ودخلت المسابقة كان بيرقصها معالي المحافظ، والحمد لله فزت بيها برضه، وصدر لي قرار رسمي من السلطة المختصة بتكليفي مديرا عاما لإدارة بندر دمنهور التعليمية. الكلام سنة التكليف كان في 15/12/2014، والتكليف الرسمي بعد المسابقة تعيين الرسمي 22/9/2015. أهم العقبات التي واجهت الأستاذ مصطفى الغياتي وكيفية التغلب عليها في المنظومة التعليمية. عندنا في المدارس وخاصة في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية بنلاقي أولياء الأمور
جميعهم عايزين اولادهم وابنائهم في التختة الاولى. فعشان نحل هذه المشكله عملنا في فصل سنه اولى والثانيه والثالثه سبورتين، واحده ورا واحده قدام، والطلبه قاعدين زي المجموعات في وش بعض بحيث يبقى قريب من هنا وقريب من ايه، من هنا. فما عادش بقى فيها لا تختة اولى ولا تختة اخيره، بقى كله ايه بيبص ورا على اليمين وشمال، والامور تمشي على هذا الاساس. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا منذ عامين واتخذ قرار من المحافظ السابق ووكيل الوزارة السابق بفتح قاعات رياض أطفال في أماكن أخرى ملحقة على مدارس رسمية لغات أو مدارس حكومية. السنة دي بقى بنحصدهم المشاكل من وراء هذا القرار، مش لاقيين مكان نستوعب فيه الطلاب بتوع كي جي 2 اللي هم يخشوا اولى ابتدائي السنه دي. والتعليم المدارس الرسميه لغات علشان يدخل اولى ابتدائي لازم يمر بالايه بكي جي 1 وكي جي 2، ولو بلغ من العمر 6 سنوات ما ينفعش يخش كي جي 1 ولا كي جي 2، فلازم علشان ندبر له مكان. انا عندي حوالي 618 طفل فوق ال6 سنوات، قصدي فوق ال5 سنوات، عايزين لهم اماكن ومش لاقي اماكن. فمعالي المحافظ كان في مجلس امناء المديريه عرض على سيادته قرار بان المدارس الرسميه لغات تعمل فتره ممتده، مش صباحي ومسائي، فتره ممتده. بمعنى طبعا الموظفين بياخدوا عليها حافز مادي في المدرسة الرسمية لغات، فهيحضر من 7:30 ل2:30، وفريق تاني من 10 ل5، يبقى ايه من 10 ل2:30 كل الهيئة ايه موجودة في المدرسة في انذاك، بحيث هياخد جدول صباحي وجدول ايه مسائي. لسه هذا القرار في إدارة البندر في بعض الناس كده ايه يعني عاملين له كده بعض العقبات، فربنا سهل الحال وطبقناه. كان بيه ما طبقناهوش بنحاول ندبر قاعات للاطفال اللي هم 5 سنوات فاكثر في اماكن اخرى ويلحقهم بعد كده على، لو ان ده هيبقى حل تسكين انا مش مقتنع بيه، انما المقتنع جدا بالفتره الممتده اللي معالي المحافظ وافق عليه. وربنا سهل الحال ويعيننا ونلاقي اماكن وما لقيناش يبقى هو اللي هيطبق ان شاء الله. كان في النهارده في مدرسه اسماعيل الحبروك برضو يعني حاجه كده بهذا الشان، فرفعنا طلب لمعالي وكيل الوزاره بتاجيل الدراسه اسبوعين في كي جي 1 وكي جي 2 لحل هذه الايه المشكله. اولياء الامور عايزين ابنائهم في الحبروك، وفي فصلين تابعين لهم في الحديثه المهنيه مش عايزين يودوهم هناك، فقلنا نديهم ايه فرصه اسبوعين اجازه على ما لقينا قاعات في اسماعيل الحبروك او مجاوره لها كان بها. ما لقيناش بقى يبقى يعني الامر لا قدامنا محل من الاثنين، يا يروحوا الحديثه المهنيه يا نلجا لايه للفترة الممتدة اللي هي تطبق على جميع مدارس المحافظة، وإن شاء الله تطبق على دمنهور برضه عشان تحل مشكلة كبيرة يعني. أهم إنجازات الأستاذ مصطفى الغياتي في أورقة إدارة بندر دمنهور التعليمية والمدارس التابعة لها. والله الحمد لله يعني، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المدارس لله الحمد والإدارة ديوان الإدارة الجميع على قلب رجل واحد، بتعامل مع كل الإخوة الزملاء والزميلات بروح المحبة والأخوة والتوجيه والأخذ مبدأ المشورة واللي هو الحازم الديمقراطي. يعني الأمور فيها ديمقراطية فيها شورى، بس ساعات تلزم اتخاذ قرار، والحمد لله عندي جرأة في اتخاذ القرار. بعض الأمور بقى اللي حصلت في المدارس من تطورات، معظم مدارس الإدارة تركب فيها كاميرات مراقبة، ديوان الإدارة تركب فيه كاميرات مراقبة، نركب كل ما يحدث فيها وأنا قاعد مكاني أو في المكتب اللي هو القيادة بتاعت الأمن تحت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حصل معايا لقاءين في القناة الخامسة في اسكندرية علشان شرح التعليم في مدرستي اللي تعتبر نواة في البحيرة وعلى مستوى الجمهورية وسمعت في كل المحافظات. مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات، أكاديمية التعليم في مدرستي،
بأجر رمزي. بيبقى الطالبة تحضر بعد الدراسة في مكان مجهز معد، تطلب المدرس اللي هي عايزاه حتى لو من خارج المدرسة بيجي لها، ولله الحمد سمعت وبيروح لها المدرسة، بيروح لها المدارس، بيروح لها طالبات من كل مدارس دمنهور والمركز كمان. فإن شاء الله بنوي إن أنا أطبق هذا القرار على الثانوية بنين كمان، عشان يبقى واحدة للبنين وواحدة للبنات عشان ما يبقاش فيه إيه اختلاط. وبرضه في مدرسة التعاون الجديدة بدأنا هذا العمل منذ شهر، دعونا بعض المدرسين من خارج المدرسة وجم وأبدوا استعدادهم يعني، وخاصة إن اليومين دولت ماشيين في غلق سناتر الدروس الخصوصية منذ 4-5 أيام، والأمور ماشية على المرام، فالناس بدأوا فعلا يقبلوا على الحضور في المدرسة. يعني النهارده يوم أهو شفت منظر ما شاء الله، تالتة إعدادي اللي كانوا ضاربين بالكل عرض الحائط، لا النهارده حاضرين في المدارس وبدأوا يلتزموا وعرفوا إن فيه إيه، يعني هيغلقوا دروس خصوصية وكلام من ده، وإن المدارس فيها مجموعات تقوية بقرار وزاري، بدأوا يلجأوا ويطلبوا المدرس اللي عارف لو بيديهم بره ممكن يجيبوا لهم في نفس المدرسة. قلت لهم أي مجموعة طالبات يكتبوا طلب عايزين مدرس معين في المكان المعين في مدرسة من المدارس، حتى لو هو مش في المدرسة بنجيبوه ونكلفوه يروح، والناس أبدوا الاستعداد وما حدش رفض خالص. مشكلة إنسانية تم عرضها على مكتب الأستاذ مصطفى الغياتي، أثرت فيه وكيف تم حلها؟ المشاكل كتيرة وربنا يقدرنا ونحلوها، بس المشكلة اللي أثرت فيها جامد طفل في مدرسة 57 شفاه الله وعافاه، كان جاي عشان يمتحن هنا في مدرسة سيدة زينب، فأنا بتابع اللجنة طبيعي، كان في سنة 6، فلقيت الطفل وقاعد وعملوا له لجنة خاصة يعني، وأنا بسلم عليه اتهز الكيان. طبعا ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في هذا، فأنا أي نوعيات بتجيني من هذه المشاكل بكون ضعيف قدام منها وبحلها فورا، بتخذ قرار فورا بالصالح العام بما فيه صالح الطفل أو الطالب ده. عندي برضه ناحية إنسانية، يعني واحدة يعني ترملت على أولادها ومشاكل بينها وبين أهل زوجها، فعايزة تحول لأبنائها من إدارة خارج دمنهور لداخل دمنهور. طبعا داخل دمنهور الكثافة عندي في البندر مرتفعة جدا، بس أمام هذه الظروف لازم يتوجد لها حل. في إجراءات عشان تبقى إنها مثلا هي الحاضنة ومع قرار حضانة وكلام من ده، وتحول لأولادها ونوديها في أقرب مكان من إقامتها حفاظا عليها وعلى أبنائها، علشان تقدر تربي أبنائها وتمد المجتمع بمواطن صالح. أهم النصائح التي تود أن توجهها لزملائك في العمل وأبنائك من الطلاب والطالبات؟ نصائح، أول نصيحة أوصي نفسي وجميع من يسمعني بقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مصر بعد الثورتين التي مرت بهما في حاجة لسواعد جميع أبنائها للوقوف على رجليها مرة ثانية، والحمد لله كل يوم في أحسن من اللي قبل منه، لله الحمد والشكر. مصر أخذت وضعها على المستوى العالمي، وأول رئيس دولة يحضر اجتماع مع جمعية الأمم المتحدة، ولقب بالرئيس القوي. ولو أن
كل المصريين بيعملوا ربع هذا الرجل، ربعه مش نصه، حنسود العالم في أقل من سنة. العالم كله، مش يعني لو أن الجميع يعني من بعد رئيس الجمهورية ونازل كل الشعب، حكومة وشعب، عملوا ربع هذا الرجل، ربع السيسي، حنسود العالم. لأن المصريين إذا أرادوا فعلوا. فنصيحتي للكل في مكانه أن يتقي الله، أن يبذل قصارى جهده في النهوض بالعملية التعليمية، لأنها هي أساس النهضة وأساس كل تقدم وكل ازدهار. ونصيحتي بقى لبناتي وأبناء الطالبات والطلبة، بلاش دروس خصوصية، هتوفروا ملايين لأهاليكم، وارجعوا لمدارسكم، مدارسكم في شوق إليكم. ودخلت مدرسة امبارح، كنت أنا ومعالي وكيل الوزارة، لقيت سنة تالتة ثانوي 5 طالبات موجودين في مدرسة، والمدرسة بتشتغل معاهم شغل كأن الفصل كله موجود. كم كنت سعيدا بهذا المنظر. النهارده بقوا 8 لما بدأوا يجوا بعض، وهكذا لما الطلبات أو الطلبة بيحسوا إن في شغل، فالطلبة الحمد لله بيقبلوا، والمدرسين ما شاء الله عليهم عندهم ضمير. نعم ممكن يكون في قلة ما عندهاش ضمير، بس طبعا دي قلة يتعدوا على أصابع اليد الواحدة، ونحن وراءهم بالمرصاد. والعمل كل مكان فيه إخلاص لله عز وجل بيبقى عمل موفق. لأن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، ورب معصية قدرت عليك كانت سببا في الوصول، فرب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت صاحبها عجبا واستكبارا. رب معصية الواحد عملها وكل ما افتكرها يندم ويستغفر ويتوب أفضل من طاعة تورث صاحبها العجب والاستكبار ويستكبر على الناس. لأن الكبرياء والعظمة لله سبحانه وتعالى وحده، فلا ينازعه فيها أحد سبحانه وتعالى. كلمة تود أن توجهها لقيادات محافظة البحيرة، ونبدأ من السيد الوزير محافظ البحيرة. ربنا يقويه، والراجل ده نشيط، ربنا يحفظه، ويعني عرف وألم بالمحافظة من شمالها إلى جنوبها ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب، وكل يوم في مكان ليل ونهار ما بيتواناش. أي مكان فيه أي كارثة تبص تلاقيه في وسط الحدث، في وسط المكان. طبعا لما كل القيادات بيلاقوا القيادة السياسية في موجودة، فكله بيسعى إن هو يعمل زيه. نشيط بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحميه ويقويه، ونحن من ورائه جنود مخلصون. كلمة تود أن توجهها للسيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة. أستاذ المهندس محمود أبو الغيط، كلمة محترم شوية عليه. ربنا سبحانه وتعالى من على البحيرة بهذا الرجل، جريء في اتخاذ قراراته، ايده ما بترتعش، مقدر للي قدام منه، الكبير كبير والصغير صغير. والأول اجتماع حضر معانا قال: عملت صح ينسب لك، عملت خطأ شيل الليلة. يعني عطانا الجميع ثقة في نفسنا، وبنعرض عليه برضو الأمور. الراجل بسم الله ما شاء الله لو في أي حاجة بيوجه، مفيش أي حاجة، بيعتمد القرار على طول بدون تردد ولا. فربنا يقويه ويشد، واحنا من ورائه برضو جنود مخلصون وبنشد من أزره، وربنا يعينه علينا كلنا. بالتعاون المثمر مع سيادتكم ومديرية أمن البحيرة، كلمة تود أن توجهها للسيد مساعد الوزير ومدير أمن البحيرة. والله من يوم الطالع إني قبل ما نيجي هنا مباشرة كنت برفقة معالي مساعد وزير أول الداخلية سيادة اللواء علاء الدين شوقي في زيارة لإحدى مدارس بندر دمنهور، وكم كنت سعيدا لما الرجل أثنى على المدرسة وعلى الانضباط وعلى النظام، وأقول له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله،
وعين باتت تحرس في سبيل الله. كلمة تود أن توجهها لزملائك في العمل لبلوغك سن الكمال، كلمة من قلب الأستاذ مصطفى الغياتي لزملائك. زملائي الأعزاء، أول وكيل إدارة أستاذ جمال ندم، وأخي العزيز الأستاذ عادل الفيومي مدير مكتبي، والمدير المالي والإداري، والسادة مدير المراحل ودور شؤون طلبة ودور شؤون قانونية، وكل الزملاء، أقول لهم ما لمسته في حضراتكم من حزن على أننا هنمشي مأثر فيا أنا. هل أنا أستاهل كل هذا الحب؟ أنا أعتقد يعني أنا في نفسي أن أنا مستكتره على نفسي، فبس نقول لهم ربنا معاكم ويقويكم، وشدوا من أزر بعضكم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كلمة تود توجهها لما هو قادم بعد سيادتكم لتولي حقيبة مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية. هقول له لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر، فخير الأمور الوسط. اعمل الصح اللي هو هيرضي الله ورسوله، وما تخالفش القوانين. فيه قانون وفيه روح قانون، في أمور عايزة قرارات فورية وحازمة لا يتردد فيها، وفيه أمور عايزة مبدأ الشورى، مبدأ روح القانون برضه لازم يكون جنب منصب ان هو رئيس عمل الناحية الإنسانية، خاصة مع الظروف الإنسانية والمرضية بالذات. شكرا للأستاذ مصطفى الغياتي، ونتمنى لسادتكم حياة سعيدة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم وشرفتونا حبيبي، وجزاكم الله خيرا. نلتقي مع الأستاذ جمال نجم وكيل إدارة بندر دمنهور التعليمية. نرحب بسيادتك يا فندم. يا أهلا وسهلا، بنرحب بحضراتكم، وإحنا سعداء بتشريفكم لينا النهاردة، وبتنقلوا لنا الفرصة إن إحنا نعبر عن مشاعرنا تجاه أستاذنا وأخونا الكبير ومدير عام الإدارة الأستاذ مصطفى غياتي. النهارده احنا بصدد نوجه كلمة للأستاذ مصطفى الغياتي لبلوغه سن الكمال. كلمة يود أن يوجهها الأستاذ جمال نجم للأستاذ مصطفى الغياتي. طبعا الأستاذ مصطفى غيات تزاملت معاه منذ فترة طويلة، منذ أن كان مديرا للتعليم الابتدائي، فترة تجاوزت ال3 سنوات. طبعا كل ما أذكره من خلال هذه الفترة كل الحب والمودة. رجل يعطي بسخاء، رجل يعطي بإنكار ذات متناهي، رجل يعلي من شأن زملائه، رجل يساعد في ارتقاء المنظومة، رجل شجاع. كل هذه الصفات أقولها والله العظيم ليس نوع من المجاملة أو للظروف الخاصة إن هو بلوغ سن المعاش، ولكن الراجل ده احنا اتعلمنا منه حاجات كتيرة: الحلم عند الغضب، والشجاعة في اتخاذ القرار، التسامح، الصالح العام دائما وضعه فوق راسه أمام عينيه. كل ده بيشغله دائما، وهو ده هاديه دائما لكل خطواته في العمل، ويتوكل على الله دائما. انت شفت الحاج مصطفى الغياتي كزميل في العمل ازاي؟ شفت إنسان بسيط متسامح، إنسان يعمل ليل نهار، متواجد، مسخر كل وقته للإدارة، لكل مشاكل الزملاء والزميلات وأولياء الأمور. رجل يعمل 24 ساعة في 24 ساعة، ولا يقول أنا تعبت، ولا يقول أنا مالي. كل العمل بنتعلم منه بذل الجهد بكل الطاقة والإخلاص والتفاني والتسامح مع كافة الأفراد داخل الإدارة، ويتمتع بحب جميع العاملين بالإدارة ومدارسها. وهذا شيء عظيم طبعا أن يجمع بين القيادة وإرضاء جميع الزملاء والزميلات في مدارس الإدارة بكافة أنواعها ومستوياتها. الأستاذ مصطفى الغياتي من الناحية الشخصية، الأستاذ مصطفى على المستوى الشخصي إنسان طيب جدا، إنسان بسيط جدا، إنسان قريب الدمعة جدا، لأنه عندما يتأثر يجهش بالبكاء على أبسط شيء. فهو إنسان بالدرجة الأولى، ونلاحظ ذلك في كافة تصرفاته، ويعلي دائما النواحي الإنسانية في تصرفاته، ويسعى دائما لراحة
أولياء الأمور والطلبة وجميع من يدخل له المكتب يسعى دائما لخدمته بكافة الصور بما لا يخالف القانون. سيادتكم قريب من الاستاذ مصطفى الغياتي، تعتبر حضرتك اقرب واحد للاستاذ مصطفى الغياتي داخل اداره بندر دمنهور. حضرتك كلمه تود ان توجهها او امنيه تود ان توجهها للاستاذ مصطفى الغياتي في حياته القادمه؟ رجل بهذا الحجم أعطى بكل هذا العطاء لهذه الإدارة ومنظومة التربية والتعليم عموما. نتمنى له إن شاء الله التوفيق في حياته المستقبلية، وأن يمن الله عليه بالصحة والعافية والسعادة، وأن يلهمنا بعده القوة والعزيمة لاستمرار نهجه وعطاء بنفس الصورة وبنفس الأسلوب وبنفس التسامح وبنفس التفاني. شكرا الاستاذ جمال نجم، وشكرا على ضيافه حضرتك الكريمه. شكرا لحضراتكم جدا، وسعداء بان انتم اتحتوا لنا هذه الفرصه ان نعبر عن بعض مشاعرنا المخلصه والصادقه. الاستاذ زكريا كحله، مدير اداره المتابعه ببندر دمنهور. اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بيكم في اداره بندر دمنهور، مدينه دمنهور، محافظه البحيره. نحن اليوم في صدد تهنئه الاستاذ مصطفى الغياتي ببلوغه سن الكمال. حضرتك هتود ان توجه كلمه للاستاذ مصطفى الغياتي؟ الحقيقه الاستاذ مصطفى غيات ما كانش ابدا مدير اداره. الاستاذ مصطفى غيات كان اخ كبير ناصح وامين، راجل ملتزم جدا في عمله، وبالتالي فانا يعني نحب نقول لحضرتك ان اول يوم جه فيه الاستاذ مصطفى عامل بينا اجتماع وقال لنا انتوا كلكم مدير اداره في مكانه، وجميع الصلاحيات متاحه لكم بديمقراطيه وتشاور، وكان مثال فعلا يعني للمدير الديمقراطي اللي بيطبق فعلا السيستم ده بكل وضوح، وبذلك هو صنع اكتر من 20-30 مدير عام اداره في اثناء فتره تواجده كمدير عام اداره. اهم انجازات الاستاذ مصطفى غياتي داخل اورقه اداره بندر دمنهور التعليميه في عهد الاستاذ زكريا كحل. قصدي حضرتك عهد الاستاذ مصطفى غيات بقى. الاستاذ مصطفى غيات من اهم انجازاته هي العلاقات الطيبه بين الاداره وجميع يعني ادارات والاقسام ومديريه التربيه والتعليم البحيره، مش بس كده المؤسسات الاخرى للدوله من خلال بندر دمنهور. اصبح عندنا تواصل مع جميع الجهات اللي ممكن التعاون المثمر بيننا كإدارة وبينها يؤدي لتقدم في العملية التعليمية. لا يألو جهد أبدا إن هو في صالح أقل طفل بيتعلم عندنا في الإدارة هنا، إن هو يتواضع ويكلم أي إنسان عشان يعني يحصل معاه تعاون لصالح العملية التعليمية. من الناحيه الشخصيه، شفت حضرتك ازاي الاستاذ مصطفى الغياتي؟ لا، انا عشان نتكلم من الناحيه الشخصيه عن الاستاذ مصطفى غيات، ففي حته منه تمسني انا شخصيا. الاستاذ مصطفى غيات مواطن من محافظه البحيره، من اعماق ريف وبدو محافظه البحيره، يعني بحراوي اصيل خالص، غرباوي اصيل خالص، بمعنى ان هو الأستاذ مصطفى غيات طبعا اتولد في مركز دلنجات محافظة البحيرة، في قرية صغيرة جدا في مركز دلنجات. عرباوي أصيل، يعني بحراوي أصيل. كل ده بقى تجمعه في إنه أسريا مثالي، يعرف ربنا كويس، ويعني ورا كل قرار بياخده ربنا، لا واسطة ولا محسوبية ولا ليه في الكلام ده خالص. وبعدين مكتبه مفتوح زي ما حضرتك عينت بنفسك، يعني مكتبه مفتوح لأولياء الأمور، للمسؤولين، للإعلام، لأي إنسان يخدم العملية التعليمية
وهو دايما ليه كلمه اسمح لي ان انا يعني نتجاوز ونقولها، دي في احاديثنا الجانبيه مع بعض انا والاستاذ مصطفى او مع جميع المنسوب الاداره هنا. بيقول انا خدام الاداره. انا خدام الاداره. اه باللفظ كده، بمعنى ان هو يعني اقل انسان بيدخل له مكتبه بيقوم من على مكتبه يقعد قصاده ماشي. ممكن مثلا تلاقي ولي امر واخده يقول له تعالى يا فندم شوف الحاجه ديت، يروح نازل معاه بنفسه ماشي. مفيش كراسي، مفيش يعني مش المسؤول اللي قاعد في كرسيه وخلاص والتكييف والكلام الفاضي ده، لا خالص. ممكن تجد الاستاذ مصطفى غيات الساعه 3 بالليل بيشوف نبطشي. وممكن لو النبطشي ده مثلا، النبطشي بمعنى معلش نوضح اللي هو الحارس الليلي بتاع المدرسه يعني، ممكن بنفسه تلاقيه رايح يجيب له سندوتش مثلا، لانه مثلا في اثناء خدمته ما قدرش يجيب اكل لنفسه عشان ما يسيبش المدرسه. الاستاذ مصطفى غيات ممكن يعدي بالليل ويعمل كده. اقل مدرس واقل اي حد من العاملين في التربيه والتعليم يستطيع انه يدخل الاستاذ مصطفى غيات في اي وقت ويتيح له ويوقف اجتماع عشانه ويحل له مشكلته فورا، بطريقه بقى ايه بقى، مش المسؤوليه والشخط والنطر، لا بطريقه ايه يعني ايه هنقولها لك ازاي بقى، احنا بقى بحراويه نفهمه يعني ايه قعده عرب. يعني ايه تعالى انت زعلان من ايه؟ طب ليه انت زعلت المدير بتاعك؟ طب يا مدير انت ليه مزعله؟ كل ده في اطار من الاخوه، يطلعوا يسلموا على بعض وتنتهي المشكله فورا. يعني الشؤون القانونيه ملهاش حظ كتير مع الاستاذ مصطفى غيات. كلمة أخيرة تود أن توجهها للأستاذ مصطفى الغياتي في حياته القادمة. ما نقدرش نوجه كلمه واحده للاستاذ مصطفى غيات غير ان فعلا انا شخصيا على المستوى الشخصي مش عارف الاداره ازاي من غيره. انا شخصيا حاسس بفراغ هايل، ومش عارف الانسان اللي هيجي بعده هيكمل مكان الاستاذ مصطفى غيات ازاي. مهمته هتبقى صعبه جدا جدا. انا اشفق على اي مدير عام اداره هيجي هنا، لان الاستاذ مصطفى غيات شخصيه يعني هنقولها لك ايه، يعني يقولوا ايه بالانجليزي سبيشال خالص وصعب انها تتكرر. وانا يعني اتمنى للاستاذ مصطفى غيات ان هو حياه مديده مليئه بالصحه والعافيه، دي اهم حاجه. ويعني انا هنا مش نوجه كلمه للاستاذ مصطفى غيات المدير العام بتاعي. انا زعلان على الكوادر اللي بتطلع في عزها دي وعندها الخبره دي الكبيره دي، لان بعد النضج ده والخبره الرهيبه دي يعني اعتقد ان لازم يكون في حل ان الناس دي نقدروا نستفيدوا بيها فعلا بعد النضج الرهيب اللي هم وصلوه. حضرتك شايف ان الاستاذ مصطفى الغياتي قادر على العطاء؟ قادر وعلى مسؤوليتي يا في فندم. لقاء آخر من أعضاء إدارة بندر دمنهور التعليمية الأستاذ جمال أبو زينة، متابعة مكتب المدير العام. مرحبا بك. يا اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يكرمك. الحمد لله. جينا اليوم لنهنئ الأستاذ مصطفى الغياتي لبلوغه سن الكمال. كلمة حضرتك تود أن توجهها للأستاذ مصطفى الغياتي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سن المعاش او سن العرس بتاع حضرة الاستاذ مصطفى دي خسارة كبيرة لإدارة بندر دمنهور التعليمية، وده استاذنا ومعلمنا وقائدنا في الإدارة، لأن كل مشكلة في إدارة بندر دمنهور التعليمية كانت بتتحل بشكل ودي جدا وفي إطار القانون. فأستاذ مصطفى علامة من علامات مدير عام الإدارة بندر دمنهور التعليمية، واحنا كلنا انا عن نفسي كجمال ابو زينة اتعلمت منه ازاي اتابع المدرسة وازاي ادخل المدرسة. فهو استاذ مصطفى من العالم اللي لن تتكرر وان شاء الله باذن واحد احد يجي لنا قائد زي الاستاذ جمال نجم، وده استاذ وان شاء الله برضه هنتعلم منه ويقيد المسيرة زي استاذ مصطفى ان شاء الله باذن الله. حضرتك شفت في الأستاذ مصطفى الغياتي إيه؟ شفت التواضع، حل المشكلة
بدون ازمه. طول النهار من بدايه اليوم حتى نهايته ما بيسيبش مكتبه. بيقعد معانا في اخر اليوم نحل مشكلتنا. في ايه مشكله بنحلوها مع بعضينا، طب نعمله ايه، طب نخلوا ايه. والرأي بيمشي، الرأي الصح ما بيبصش لمدير عام ولا حاجة، والرأي الصح هو اللي يمشي. ده اللي شفته في الأستاذ مصطفى غيات، اللي هو يعتبر قائدنا، يعتبر الراجل الكبير بتاعنا، يعتبر من أحسن مديرين الإدارة اللي جم إدارة بندر دمنهور التعليمية. فأنا بقول له ربنا يبارك له وربنا يكرمه، وفي الدنيا بتاعته الجديدة، وربنا يوفقه ان شاء الله باذن واحد احد. شكرا سيدي. شكرا يا فندم، وانا بشكرك جدا. معنا ومعكم الاستاذ عادل الفيومي مدير مكتب المدير العام. اهلا وسهلا وشرفتنا وكل سنه وانتم طيبين جميعا. فانا بنتهز هذه الفرصه ان نقول لقيادات المحافظه وعلى راسهم معالي الدكتور محافظ البحيره والسيد المهندس وكيل الوزاره ومدير عام الاداره ومديري عموم المراحل التعليميه، كل عام وانتم بخير بمناسبه بدايه العام الدراسي الجديد، وان شاء الله يكون عام محلول فيه جميع المشاكل، وخاصه بدايته كويسه جدا بالنسبه للاهالي كمان على موضوع الدروس الخصوصيه، وربنا يسهل ويقوي وكيل الوزاره ومدير عام الاداره ان يعني يمتص غضب اولياء الامور، وان شاء الله تكون مجموعه تقويه في المدارس مشرفه باذن الله. جئنا لنهنئ الاستاذ مصطفى الغياتي لبلوغه سن الكمال، كلمه تود ان توجهها لسيادته. وانا اتمنى له العمر المديد الاول. واستاذ مصطفى بالنسبه لنا مش مدير عام اداره، الاستاذ مصطفى بالنسبه لنا يعني اخ كبير، والد، فاحنا بنعمله معاه بروح الاخويه مش بروح المدير العام والقيادات. فهو نجح بصراحه ان هو يخلي الاداره كفريق عمل واحد وروح واحده، وطبعا القياده بصراحه مش هتتعوض تاني، لان هو كلمه العمل الجماعي وفريق واحد وروح واحده خلت حياه ياما تدوب، مشاكل ياما في الاداره تدوب. فيعني ربنا يوفقه ويمتعه بالصحه ان شاء الله. الاستاذ مصطفى الغياتي من الناحيه الشخصيه وانت اقرب الاقربين اليه داخل اورقه اداره بندر دمنهور التعليميه. ما اعتقدش اني شفت حد بنفس المواصفات بتاعت الاستاذ مصطفى يعني الشخصيه ممتازه جدا من جميع النواحي، من الناحيه الادبيه والناحيه الاخلاقيه والناحيه الاجتماعيه، بصراحه ربنا يحميه. امنيه تتمناها للاستاذ مصطفى الغياتي في حياته القادمه؟ ربنا يوفقه ويبارك له في اولاده، واتمنى له مستقبل ناجح. كلمه تود ان توجهها فيما هو قادم من مدير اداره بندر دمنهور التعليميه. يعني اتمنى ان يحظوا خطى الاستاذ مصطفى، لان هو زي ما قلت لحضرتك مش هتعوض، ويعني كان قرارات جريئه، تنفيذ قرارات، وكان القياده بتحبه وعاملين بيحبوه. فالجمع بين الخيارات الحب بالقياده والعاملين يعني صعب ان انت توفرها في اي حد. فربنا يوفق اللي هيديك، واحنا برضه هنبقى معاه برضه، يعني برضه راجل واحد، وان شاء الله هتبقى بخير باذن الله الاداره. نلتقي معكم بالاستاذ سامي صوان مدير التعليم الاعدادي داخل الاداره. شرفتونا. الله يكرمك. كلمه تود ان توجهها للاستاذ مصطفى الغياتي لبلوغه سن الكمال. هذا الاستاذ مصطفى ده لو قعدنا كتبنا عنه قصص مش هننتهوا، لان هو راجل فعلا قيمه وقامه وحلال عقد. كفايه ان هو ما كانش بيودي مشاكل وما بيصيرش مشاكل، وكان دايما على ارض الواقع حلال عقد في المشاكل في المدارس. يعني ده كان درجه اولى بالنسبه للوضع بتاعه، ما زعلش حد. وكل الاداره او مدير المدارس او المدرسين اخواته، كان بيعاملهم على اساس ان اولاده واخواته، فما كانش فيه مشاكل خالص ان شاء الله، وربنا يوفقه في حياته بعد سن الكمال. أمنية تتمناها للأستاذ مصطفى الغياتي؟ بتمنى له كل الخير ودوام الصحة، لأن هو فعلا ساب بصمة محترمة، ساب يعني مجموعة مدرسين أو مجموعة مدير مراحل في ألفة وفي ود وفي رحمة بالناس، وبنخلصوا مشاكل للناس. والله فعلا يعني علمنا شيء، علمنا التفاني في العمل، ودي تحسب له فعلا. الأستاذ مصطفى الغياتي من الناحية الشخصية بالنسبة للأستاذ سامي صوان؟
لا ده اخ كبير، ده اخ كبير، اتعلمنا منه كتير، اتعلمنا منه حاجات كتيره. يعني عدم اثاره مشاكل، حل مشاكل، طريقه حل المشكله ايه، ده اساس، ده اساس في الوضع. بالنسبه للوضع كمدير مرحله، ما تعقدش الامور، خليك دايما قريب من الناس، حل مشاكلهم، التعامل معاهم بهدوء وبسكينه. ده اهم حاجه، دي اهم حاجه. نشكر سيادتكم على حسن الضيافة، ونتمنى معكم حياة سعيدة للأستاذ مصطفى الغياتي. الله يكرمك، الف شكر. معنا ومعكم الأستاذ منصور أمين، مدير إدارة الإحصاء بالإدارة. أهلا بك. يا اهلا وسهلا، شرفتونا في الاداره. مرحبا، كل سنه وانتم طيبين، وبنشكركم على زيارتكم لنا وتشريفكم، ونتمنى تكونوا بتساعدوا معنا في الاداره. كلمة تود أن توجهها للأستاذ مصطفى الغياتي في حياته القادمة. اولا بنشكر الطاقم بتاع التصوير والتلفزيون على حضوره لنا في تكريم الأستاذ مصطفى غيات لبلوغه سن الكمال. وبحب أعرفكم أن الأستاذ مصطفى غيات أخ عزيز علينا كلنا في الإدارة، عشنا معاه فترة يا رب تتكرر. طبعا مش هقول هي مش موجودة، لا، مصر ولادة، اللي جابت الأستاذ مصطفى أكيد فيه زي الأستاذ مصطفى، لكن احنا يعز علينا الفترة اللي احنا قضيناها معاه، فترة جميلة جدا، من الناس المتميزة. الأستاذ مصطفى غيات يتمتع بشخصية جذابة، بيعرف يحل المشاكل كلها ببساطة وبسهولة وبدون أي تعقيدات. ما حسناش وما لمسناش معاه أي تعقيدات في الإدارة من يوم ما تولى مسؤولية إدارة بندر دمنهور. نتمنى له حياة سعيدة بعد سن الكمال، ونتمنى أن الإدارة يجي لها حد يكمل مسيرة الأستاذ مصطفى غيات. شكرا لسيادتكم وعلى حسن الضيافة، ونتمنى كده إن شاء الله بإذن الله حياة كريمة للأستاذ مصطفى الغياتي. نشكركم جدا على وجودكم معنا، وإن شاء الله تسمعوا خير عن إدارة دمنهور بعد الأستاذ مصطفى غيات. معنا عضو آخر من داخل الإدارة، الأستاذ عماد حجاب، مدير إدارة التعليم الثانوي في الإدارة. أهلا وسهلا، بنرحب بيكم وبنرحب بالفريق العمل كله، مصورين وسيادتك والناس كلها، في تكريم الأستاذ الفاضل مصطفى غيات، مدير عام إدارة بندر دمنهور. كلمة تود أن توجهها للأستاذ مصطفى الغياتي لبلوغه سن الكمال. والله أنا بشكره على الفترة اللي احنا قضيناها مع بعض، اشتغلنا مع بعض من أيام ما كان مدير مدرسة ابتدائي، ثم رئيس قسم، ثم مدير التعليم الابتدائي، ثم وكيل إدارة بندر دمنهور، ثم مدير عام إدارة بندر دمنهور. الراجل ده بيتميز بالكفاءة والأخلاق العالية، وكان بيتعامل معنا بروح الأبوة وبروح الإخوة، وكان بيتعامل معنا بأنه هو قائد بمعنى الكلمة. امتى يعلي الأداء، وامتى يبقى رحيم بالناس، وامتى يحتوي الجميع، وامتى يحل المشكلة. فكان هو الراجل عنده وسائل حلول، وعنده رؤية، وعنده فكر، وبالإضافة لكده بقى إن هو الإنسانيات عنده عالية جدا جدا جدا. كان إنسان بمعنى الكلمة، إنسان في كل حاجة، إنسان معانا هنا في داخل الإدارة وخارج الإدارة مع أولياء الأمور، وما بيصدرش مشاكل للمديرية ولا للإدارة. وراجل عنده حكمة، وعنده بلاغة وعنده رؤية مستقبلية. أمنية تتمناها الأستاذ مصطفى الغياتي في حياته؟ نتمنى له الخير، وبنتمنى له يقضي حياة سعيدة، وربنا يكرمه ويوفقه يا رب في حياته. نشكر سيادتكم، ونتمنى معكم حياة سعيدة للأستاذ مصطفى الغياتي لبلوغه سن الكمال. احنا بنشكركم وبنشكر فريق العمل كله. وفي آخر حديثنا نحب أن نشكره على الضيافة الكبيرة لسيادته لنا في إدارة بندر دمنهور التعليمية.